هل تعلم الفرق بين البنك الأهلي وبنك مصر؟ هل تعلم ده تأسس سنة كام وده تأسس سنة كام؟ كل حاجة هنعرفها في الفيديو ده. هنبدأ بالبنك الأهلي الذي تأسس 25 يونيو عام 1898. كان في عهد القوات البريطانية المحتلة مصر في احتلال دام لمدة 74 عاما. لازم تعرف ان الاحتلال البريطاني كان عايز يستخدم في انشاء البنوك والتوسع فيها لاجل زيادة الحفاظ على الاستثمارات الخارجية البريطانية في الخارج. فالبنك الاهلي كانت فكرة مشروع تسهل الخدمات الانجليزية داخل مصر وخارج مصر. خد بالك من معلومة اقولها لك دلوقتي، عشان المعلومة اللي انا هقولها دي معلومة مهمة جدا جدا جدا. البنك الأهلي تأسس في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني بسبب كثرة الديون. هي الديون الذي عملها بسبب سياسة الاقتراض الخديوي إسماعيل، ثم زاد فيها الخديوي توفيق، ثم عباس حلمي الثاني لبس فيها أكتر بسبب الحاجات اللي هم كانوا عاملينها بسبب كثرة الضرايب. ده اتعمل في عهده. مين هما المؤسسون الحقيقيون للبنك الأهلي؟ أرست كاسل، اللي هو كان مهم جدا، رجل أعمال بريطاني في مصر. وبعد كده شخص تاني اسمه رافائيل راوس، الذي كان مصري يهودي ايطالي. كان الشخصيه بتاعته متكونه من كده. فهم دول اللي عملوا البنك الاهلي في مصر. لازم كمان تاخد بالك من حاجه مهمه جدا 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 جدا. الحاجه اللي انا اقول لك عليها دلوقتي، هل تعلم ان البنك الاهلي كان منشأ عن طريق استعادته حاجات كتير لتسهيل الخدمات الاجنبيه؟ هي دي فكره البنك الاهلي بكل سهوله وبساطه. ولكن البنك الأهلي تحول إلى بنك وطني، بنك وطني مصري، بعد ما الاحتلال الإنجليزي مشي من مصر. ثم قمنا بعد ما أعلن جمال عبد الناصر شركة تأميم قناة السويس عام 1956، وقال عليها بعد ما هذا البنك تحول إلى بنك وطني. هذا البنك مهم جدا في مصر عام 1956 بعد ما أعلن جمال عبد الناصر قناة السويس شركة مساهمة مصرية. ودلوقتي هنبدأ في الجزء الثاني من الحلقة، وهو جزء بنك مصر. بنك مصر الذي تأسس 13 إبريل عام 1920 في عهد الملك فؤاد الأول، اللي كان وقتها ملك مصر والسودان أو ربنا. مين هو بقى المؤسس الحقيقي لبنك مصر الذي تأسس 13 إبريل عام 1920؟ طلعت حرب باشا، الرجل الذي كان رجل اقتصادي وطني مصري بيحب البلد دي جدا. طلعت حرب الفكره جات له، شاف ان البنوك كلها اللي معموله في مصر كانت لخدمه الانجليز ولخدمه بعض الدول الاوروبيه والدول الغربيه، زي دوله انجلترا، دوله فرنسا، دوله اليونان، دوله الرومان. فهو فكر في تاسيس بنك مصري، تاسيس بنك مصري سماه بنك مصر. في عام 1910 قبل تاسيس البنك ب10 سنين، طلعت حرب اكتشف حاجة مهمة جدا وعمل حاجة مهمة جدا. عمل كتاب اسمه علاج مصر الاقتصادي، وطالب في هذا الكتاب بإنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية. في البدايات طبعا أي حاجة بتتعرض للنقد، فهذا البنك الذي كان قائل عليه في الكتاب علاج مصر الاقتصادي طلعت حرب باشا، اللي هو الرجل الاقتصادي المصري، قال حاجات مهمة جدا. ايه الحاجات المهمة؟ ان انا طلبت بهذا الكتاب عشان اعمل بنك مصري برؤوس اموال مصرية، ونستقل عن الاحتلال الانجليزي ونستقل عن الدعم بتاعهم عشان نركز في نفسينا. فهذه الفكرة اتعرضت للنقد. لكن بعد ثورة 1919 الذي كان قائدها سعد زغلول باشا، اللي اتنفى مرتين من الإنجليز، المرة الأولى إلى جزيرة مالطا، المرة الثانية إلى جزيرة سيشل. فأنا دلوقتي معاك في فكرة تانية خالص، اللي هي زاد الوعي الوطني بعد ثورة 1919، وشجعوا جميع الشعب المصري وجميع المواطنين فكرة طلعت حرب باشا بإنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية. عايز ألقيك ملخص سريع عن الفرق ما بين البنك الأهلي وبنك مصر. أنا عارف إن في ناس معتقدة إن بنك مصر اتأسس قبل البنك الأهلي، والكلام ده غلط تماما. بنك مصر اتأسس عام 1920 في عهد الملك فؤاد الأول على يد الرجل
الاقتصادي الوطني المصري طلعت حرب باشا. بينما البنك الأهلي تأسس عام 1898 برؤوس أموال أجنبية عن طريق رجل إيطالي اسمه أرنست كاسل وراجل تاني مهم جدا اسمه رافائيل سواريز، هذا الرجل الأعمال الإيطالي. فالاتنين اتعاونوا مع بعض وقاموا بإنشاء بنك أهلي. عايز أعرفك على حاجة، البنك الأهلي بقى بنك مصري لأن هو كان معمول في مصر، أكيد يعني الإنجليز مش هياخدوهم معاهم في بلدهم، فإحنا حولناه إلى بنك وطني كامل متكامل عشان نقدر نتعامل بيه مع جميع الحاجات المختلفة. ده حتى البنك الأهلي الحاجات اللي هو فيه دي تمويل مشروعات كتير، دلوقتي بقى بيعمل أي حاجة فيه عشان هو وطني، عشان هو بنك مهم جدا 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 في تمويل المشروعات. ده الفرق ما بين ده والفرق ما بين ده. وهذا كان ملخص سريع بين الفرق بين بنك مصر والبنك الأهلي. في نهاية الحلقة اطلب منكم الدعم والاشتراك واللايك والاكسبلور لان احنا بنروي معلومات مفيدة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.